شفت فيلم اولاد رزق الجزء الثالث؟ اكيد. قابلت بوست واتنين وتلاتة وعشرة بيتكلموا عن روعة الفيلم وقوة الفيلم والواو اللي جوه الفيلم. كل المؤثرين على السوشيال ميديا بيتكلموا عن الفيلم اللي حقق اكتر دخل في تاريخ السينما المصرية والعربية. الفيلم اللي كل التذاكر بتاعته في السينمات محجوزة مسبقا. الفيلم اللي علشان عايز تدخله لازم تحجز قبلها بفترة بكام يوم. الفيلم اللي حقق في اسبوع واحد 100 مليون جنيه. الفيلم اللي مليان نجوم، اللي فيه نجوم كتير جدا. كل الناس بتتكلم عن روعة الفيلم، جمال الفيلم، قوة الفيلم. بس انا هنا للأسف مش هتكلم عن كده. انا هقول لكم بقى حقيقة الفيلم. انا شفت الفيلم مصروف عليه جامد جدا، مفيش مشكلة. بس للأسف هو للكبار فقط، ومليان إيحاءات للأسف، ومليان مشاهد ما ينفعش الأطفال يتفرجوا عليها، وما ينفعش أبقى قاعد أنا ومراتي أو أنا وأختي أو أنا وأمي نتفرج عليه. للأسف الفيلم ده من النوعية اللي هي تتحرج إن أنت تبقى قاعد مع أهل بيتك وأنتوا تتفرجوا عليه، والدتك، أختك، مرات أخوك. فللأسف المفروض الفيلم ده ما ينفعش يتذاع على التلفزيون زيه زي الجزء الأول والجزء التاني. ما ينفعش خالص. الفيلم اتعمل معظمه علشان يظهر الرياض والمباني الجميلة اللي في السعودية ومناطق الترفيه اللي في الرياض. اوكي، مفيش مشكلة. اتصرف عليه كتير قوي، اتعمل فيه مشاهد مش في السياق، بس مش مشكلة. قصة كويسة بس مش متعوب عليها. التركاية اللي في الفيلم مش قد كده. تقدر تقول ان الفيلم اتعمل بسرعة. بس انا عايز افهم يعني، المستشار تركي آل الشيخ صرف الارقام دي كلها علشان يصور فيلم في الرياض في السعودية ويظهر الاماكن اللي في السعودية وفي الرياض. بس معقولة مطاردة رهيبة زي اللي اتعملت دي وتكسير في الشوارع وتدمير عربيات مفيش عربية شرطة واحدة؟ ايه نسيتوا ولا ايه؟ نسيتوا تحطوا عربية شرطة واحدة في المطاردة دي؟ للأسف يعني كحال الجزء الأول والتاني ما ينفعش عيالنا يتفرجوا على الأفلام دي. ما ينفعش عيالنا يتفرجوا على الفيلم ده. الفيلم واخد أكتر من حقه. فيلم حلو كويس كعادة الأفلام زي الجزء الأول والتاني، بس عادي يعني. بس ما تعملش عليه الضجة دي يعني. ما يدفعش المؤثرين الأرقام دي كلها. كل اللي اتكلم عن الفيلم يا جماعة واخد فلوس. ده اللي أنا فهمته بعد ما اتفرجت على الفيلم. كل اللي اتفرج على الفيلم واخد فلوس. فيلم فيه عيوب كتير: بلطجة، سرقة، شمال مع الحريم، شغل شمال، مناظر مش كويسة، إيحاءات كتير قوي 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 مش كويسة. مش ده الفيلم اللي ياخد الضجة دي. معلش يعني، الناس كلها عمالة تتهم محمد رمضان إن هو بيعلم عيالنا البلطجة بالأفلام اللي بيعملها. طب ولاد رزق التلات أجزاء إيه؟ بجد يعني. عايز تتفرج على الفيلم؟ ما تاخدش معاه لا زوجتك ولا خطيبتك ولا والدتك ولا أختك. ولما الفيلم ينزل على التلفزيون اوعى تخلي عيالك يتفرجوا عليه. بس ده اللي عندي بخصوص الفيلم. سلام عليكم.